الحلقة الخامسة من مسلسل العد التنازلي بتبدأ بمشهد من سنة 2018 في لندن. بنشوف فولتشيك متجوز واحدة جميلة ولابس بدلة ونازل مقابلة عمل، وبيظهر انه ناوي ينجح في المقابلة دي. وبنشوفه بعدها نازل من عربية وبيدخل اجتماع، وبيكون هو ممثل وزارة الزراعة في بيلاروسيا، وبيشرح لمسؤول وزارة الزراعة البريطانية مميزات الاستثمار في المحاصيل الزراعية من بلده. لكن بيطلع له واحد من وزارة الزراعة الأمريكية وبيحبط العرض التقديمي بتاعه، وبيقول له إن المحاصيل الزراعية الأمريكية هي الأفضل. وبعدها مسؤول وزارة الزراعة البريطاني بيقول لهم إنهم هيفكروا في عرضهم هما الاتنين ويختاروا بينهم. لكن فولتشيك بيزعل وبيكون عارف إن عرض الشركة التانية أفضل من العرض بتاعه. وبنرجع لمشهد في العصر الحالي، وفولتشيك واقف في مخزن، وواحد من رجالته بيعرفه ان كاميرات المراقبة اللي في صالة الرقص اللي حصل فيها الحريقة كانت بتتسجل في شركة مراقبة، وانهم راحوا سرقوا الهاردات وبوظوها عشان محدش يوصل لهم. لكنهم طلعوا صورة ميتشوم من التسجيلات. وهنا فولتشيك لانه شاف ميتشوم قبل ضرب النار بيقول له انا عايز اعرف مين ده، هاتولي كل حاجة عنه. في المكتب بنشوف الكابتن بليس بيستعرض مع فريقه كل اللي وصلوا له، وبيقول لهم انه لازم يعرف كل حاجة عن الشخص اللي اسمه فولتشيك. وشيبرد بتقول انها بتدور على اي حد اسمه جالجر ليه علاقة بالموضوع. وبليس بيقول لهم انه هيروح للقنصل التابع لدولة بيلاروسيا ويسأله يشوف يعرف حاجة ولا لا. وبنشوف ميتشوم بيتكلم مع اوليفراس عن الموقف اللي حصل لما طلعت الهيروين من جيب الراجل، وبيقول لها اكيد طبعا ده من الكيلو اللي انت اخدتيه من البضاعة اللي هربناها، وساعتها قلتي انك هتتخلصي منها، وبما انك ما تخلصتيش منها عايز اعرف هو انت مدمنة. وهنا بتضحك وبتقول له انها اشتغلت مع عصابات متخفية لفترات طويلة، وان في يوم من الايام رئيس العصابة حط المسدس على راسها وحط لها كوكايين وقال لها تشمه او يقتلها، وساعتها اضطرت انها تشمه عشان ما تتكشفش، لكنها مش مدمنة وبتكره المدمنين وجميع تجار المخدرات. وساعتها هي بتسأله انت بقى من لوس انجلوس، اكيد في يوم من الايام شربت مخدرات. قال لها اولا انا مش من لوس انجلوس، انا من قرية في الصحراء الامريكية، ولو كنت كملت دراستي زي باقي زمايلي كان زماني دلوقتي شغال في مصنع مطاط او بترول من اللي في القرية دي، وعمري ما كنت هطلع منها. وعشان انا كنت متمرد ابويا خيرني بين الشرطة والجيش والبحرية، وانا اخدت الشرطة. قالت له يعني الصداع اللي دايما بتحسي بيه وعدم التركيز دول مش سببهم الادمان؟ قال لها لا طبعا. وبيدخل عليهم بيل وفايناه وبيبلغوهم انهم عرفوا دلوقتي حالا بموضوع شركة المراقبة اللي اتسرقت واللي كان فيها تسجيلات وقعت السرقة بتاعة صالة الرقص. وميتشوم بيتضايق ازاي معلومة زي دي ما توصلش غير متأخر كده، ويتحركوا هم الأربعة على الشركة وبيسألوا على اللي حصل، وبيعرفوا ان اللي اتسرق هو هارد واحد وهو تقريبا اللي عليه الواقعة بتاعتهم. وهنا بيظهر ان فولتشيك دايما سابقهم بخطوة. وبنرجع تاني لسنة 2018، وفولتشيك ومراته رايحين يتعشوا في مطعم، وساعتها فولتشيك بيقابل راجل من رجالته وبيطلب منه يعرف له معلومات عن الشخص اللي قابله في الاجتماع الأمريكاني، ويعرف أي نقطة ضعف عشان يضغط عليه بيها ويكسب الصفقة. وبنرجع للعصر الحالي وبنشوف فولتشيك وواحد من رجالته بيقول له إنه وصل إن ميتشوم ده اسمه جاك ووكر وهو رجل عصابات وفي السجن وهرب، لكن مفيش معلومات اكتر من كده. لكن وقتها فولتشيك بيقول له لا انا متاكد ان ده ضابط شرطه، ممكن تبحث في جميع برامج الشرطه وتعرف لي شخصيته. وبنشوف بليس داخل مبنى القنصليه البيلاروسيه وبيقابل القنصل وبيقابله بسرعة وبيخلع منه وبيقول له انه عنده مواعيد. لكن بليس بيقول له انا مش هاخد من وقتك كتير، انا جاي اسألك عن مواطن من بيلاروسيا اسمه فولتشيك. والقنصل بيعمل نفسه ما يعرفش مين ده، وبيقول له انا ورايا مواعيد، لو عايز تتكلم معايا تاني يبقى حدد ميعاد. وبعدها الكابتن بليس بيرجع المكتب ويتصل بواحد اسمه تيم ماكلارن وبيقول ان عايزه في موضوع مهم ما ينفعش في التليفون. وبعدها بنرجع لسنة 2018 في الاجتماع اللي هيتم فيه الاختيار بين العرض الامريكي والعرض البيلاروسي. وساعتها المندوب الامريكي بيقوم وبيقول ان شركته بتعتذر عن العقد ده لان عندهم مشاكل في الورق وبينسحب. وطبعا ساعتها المسؤول البريطاني مش بيلاقي قدامه غير انه يقبل عرض بيلاروسيا، وفولتشيك بيكسب. وخارج غرفة الاجتماعات فولتشيك بيقابل المندوب الامريكي، والمندوب الامريكي بيقول له انا مش عارف انت جبت الصور اللي هددتني بيها دي منين، لكن عموما انت لازم تخلي بالك من نفسك. وطبعا فولتشيك مش بيهمه وبيستهزأ بيه. وبنرجع للمكتب والكابتن بليس بيطلب من شيبرد هكر أجهزة القنصلية البيلاروسية، لكنها بتقول له إنها مش هتقدر ولازم تدخل جوه القنصلية عشان تقدر تهكر أي جهاز.
وفايناو بيبلغهم ان زوجته بتشتغل متعهدة حفلات، وان القنصلية هيتعمل فيها حفلة وممكن تعرف لهم مين المتعهد المسؤول عنها. وفعلا بيعرفوا، وبليس بيطلب منهم يتحركوا على هناك، وكلهم نازلين في الاسانسير. ميتشوم بيحس بصداع ودوخة، فبيقول لهم انه هينزل على السلم عشان محدش يحس بيه. واول ما بيدخل عند السلم بيدوخ ويقع، وهما بيوصلوا تحت وبينتظروه شوية. وبعدها اوليفراس بتخش عند السلم عشان تشوفه، بتلاقيه نازل وبيقول لها انه اكتشف انه ناسي تليفونه فوق واضطر يطلع تاني عشان يجيبه، وهو ده اللي اخره. وطبعا هي مش مصدقاه لانه واضح انه مش قادر يمشي. وبيروحوا على المطعم اللي هيكون مسؤول عن الحفلة اللي هتتم في القنصلية. وبيلا اول ما وبيسألها ابنك فين في الجيش، ده احسن مكان، وبيضحك معاها. والست بتفك شوية وبتسألهم تقدر تساعدهم ازاي. وهنا بيعرفوا انهم عايزين قايمة بالضيوف اللي هيحضروا الحفلة، وكمان هيستخدموا عربية من عربياتهم يحطوا فيها الأجهزة بتاعتهم. وشيبرد هتدخل المكان على انها واحدة من الجرسونات، وطبعا بتنفذ لهم كل اللي هم عايزينه. وبنشوف الكابتن بليس في كافيه بيقابل صاحبه اللي اسمه تيم ماكلارن، وبيظهر انه شخص سياسي مرموق وغني جدا، وبيقعد معاه من غير ما يعرفه حاجة عن القضية اللي شغال عليها. وبيقول على دييجو اللي بيعمله معاه، وانه يحاول يفهمه اكتر من مرة يبعد عنه، لكنه بيعكسه في شغله. وبنرجع تاني لسنة 2019، بنشوف فولتشيك ومراته في بيلاروسيا قاعدين في مطعم بيتعشوا. وبيجي له الراجل اللي شغال معاه وبيقول له ان الحكومة عرفت انه بيسرق من الفلوس اللي بيعمل بيها صفقات لشغله في الوزارة. وساعتها بيكون زعلان انه بيخدم في البلد، وفي الاخر عايزين يقبضوا عليه عشان سرق له كام مليون. وطبعا بيعرف ان الامريكاني اللي هو عمل فيه الموقف اللي فات هو اللي كان ورا الموضوع ده. وبيطلب من مراته تجهز نفسها عشان يهربوا برا البلد. وبعدها بنشوف ميتشوم بيكلم الدكتور وبيتعصب عليه لان الدواء مش بيجيب نتيجة، وبيقول له انه وقع من على السلم. وبيحدف التليفون وبيرمي الدواء لانه مش بيبقى بيفيده في حاجة. وساعتها بيلاقي اوليفراس جايه ولابسه فستان جميل، وبتقول له انت لسه ملبستش، وبيفتكر ان عندهم حفله دلوقتي. وبنشوف فايناو وبيل في عربيه الاتصالات اللي باين عليها من بره انها تبع المطعم. وميتشوم واوليفراس داخلين الحفله على اساس انهم ضيوف، والبنت الموجوده بتقول لهم ان اسمهم مش موجود ضمن المدعوين. وبيل بيتصرف بسرعه وبيحط اساميهم، والبنت بتعتذر لهم وبيدخلوا الحفلة. وشيبرد بتكون جوه مع الجرسونات، وبليس بيدخل يتكلم مع القنصل، والقنصل بيكون مش عايز شوشرة وبياخده لمكتبه، وبيكون أي كلام عشان يعطله. وساعتها الأمن بيشوفهم، وميتشوم بيتعامل معاهم بطريقة مضحكة جدا. وشيبرد بتهكر الكمبيوتر، وبيطلعوا كلهم يركبوا العربية ويمشوا. تاني يوم بنشوف دييجو هو داخل مكتبه مبسوط وفرحان، وفجأة بيلاقي السيناتور تيم ماكلارن. وطبعا لأن دييجو راجل طموح ونفسه يكبر في مجاله، وعارف إن السيناتور تيم لو رضي عنه هيطلعه بسرعة، ولو زعل منه هيدفنه في مكانه. طبعا بيتملقوا، وبيتفاجئ ان معاه الكابتن بليس، وبيعرف انه صاحبه الروح بالروح. والسيناتور بيهدده بالادب لانه لو الكابتن بليس اشتكى منه تاني هيزعل منه. وطبعا دييجو زي الكلب المطيع بيقول له انه مش هيقرب له تاني الا لو الكابتن بليس احتاجه في اي حاجه، هيكون دعم ليه ومساعد ليه. وبيسأل بليس انت كده تمام؟ بيقول له تمام. كان عايز يقول لدييجو يعني لازم تاخد على دماغك. وفي الاسم بيتكلموا كلهم على اللي لقوه لما هكروا ملفات القنصلية، وانهم لقوا ملف كامل باسم فولتشيك، وبيعرفوا تاريخه كله، وانه اسمه الحقيقي مش فولتشيك، اسمه الحقيقي بورس فوزيديتش، لكنه جاي امريكا هربان بعد ما زيف موته وضحى بمراته وفجر الطيارة اللي كانت فيها عشان يهرب بعد ما اقنعها تروح على الطياره وهو هيجي لها. وهنا ميتشوم بيقول يعني واحد سارق ملايين يقدر يعمل قنبله؟ وفجرس بتفكروا انه قتل مراته كمان، يعني بني ادم ما عندوش رحمه. وميتشوم بيقول انه طالما قدروا يوصلوا لشكله يبقى هو كمان ممكن يعرف شكلهم عن طريق اختراق برامج الشرطه، وده اللي كان فعلا هو بيعمله، بيدور على ميتشوم في ملفات الشرطه. لكن شيبرد بتقول لهم انها عملت حسابها على الموضوع ده من اول اسبوع اشتغلوا فيه، وانها غيرت صوره الملف الشخصي لكل واحد فيهم، وبتطلع صوره ميتشوم بيطلع شخص تاني خالص، وصوره اوليفيرا شخص مختلف. وبتقول لهم ودي صوره فايناو، لكن فايناو بيقول لها ان الشخص ده مش تبع خالص، ده راجل ابيض. وبيهزروا مع بعض، والمره الاولى بيكون الفريق سابق فولتشيك بخطوه ولازم يشتغلوا بسرعه عشان يوصلوا له. وفي النهايه بنشوف الكابتن بليز بيدخل مبنى، وفي نفس الوقت فولتشيك بيبص على نفس المبنى على الخريطه اللي قدامه، وبيكون مبنى ويلشير الفيدرالي، وبيحط عليه دايره حمراء، وتقريبا ده معناه ان هو ده هدفه اللي ناوي يفجره بالقنبله اللي هيعملها. وبكده الحلقه الخامسه تكون خلصت، ولو عجبكم الملخص يا ريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.